السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد في قناة مطبخنا المغربي. اليوم غندير معكم وصفة لذيذة واقتصادية وصحية. هنا عندنا المسمن معمر، يعني الكريب الماروكان كريب. هنا غادي نحتاج 2 الأكواب ديال الدقيق متعدد الاستعمالات، وملعقتين من زيت النباتي، ربع ملعقة من البيكربونات الصودا بيكنج صودا، وعندي ملعقة صغيرة من السكر حبيبات، وملعقة صغيرة من الملح. وهنا غادي نضيف واحد الكمية من الماء هنا كيبقى على حسب نوع الدقيق. غنبقى نضيف شيئا فشيئا، وانا كنجمعها بالاصابع كما تلاحظون. تقدروا تستعملوا العجانة، ولكن انا الكمية قليلة. هنا العجين خص يكون عندنا الملمس ديالو يكون ما كيلتصقش في اليد، ولكن كيكون رطب وما خصوش يكون قاصح. هنا راه ضروري خدمته مزيان بايديا. انا غادي ندير واحد الرشه ديال الزيت من الفوق، وغادي نخلي العجين على جنب يرتاح. غادي نمشي نحضروا مجموعين الحشوه. هنا في مقلاة ندير فيها كميه من الزيت النباتي، وضربت واحد الملعقه من الحبوب الكمون اللي ما مطحونينش، يعني السيد كيومن. ودرت واحد البصله اللي مقطعه عندي قطع صغيره، وغنبقى نحمرها يعني حتى يتبدل اللون ديال البصل معايا. هنا النار خاصها تكون معتدله ولا اقل من المتوسط، ما تكونش عاليه. من يتدبل عندي البصل غادي نضيف حبه ديال الفلفل الحلو الاخضر، وكذلك هنايا عندي واحد جزرتين بشرتهم رقيق باش ما كياخدوش الوقت في الطبخ. وكذلك عندي واحد 4 فصوص من الثوم. وهنا غنضيف التوابل اللي هي ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من القزبر الجاف. وكذلك غادي نصحو الذوق بالملح. غادي نحرك الكل. وديك الملعقة صغيرة راه الملعقة صغيرة اللي كنتكلم عليها اللي صغيرة الحجم. غادي غنحرك الكل جيدا. النار تكون اقل من المتوسط باش ما يتحرقوش عندنا التوابل وكيبقاو النكهات. مني غادي ان شاء الله يطبخ معنا هذاك الفلفل وهذا. هنا انا نضفت الجبن والبطاطس مسلوقه. خديت بس البطاطا سلقتها، او لا تقدروا تفوروها وكتمعسوها. اضفت ليها الجبن. انا درت هنا الجبن ديال الماعز، هو اختياري، ما بغيتوش كتستغناو عليه. غنحرك الكل كما تلاحظون. شوفوا معايا حتى من الزيت اللي كنت درت ما كيبقاش، يعني نسبة الزيوت كتكون ضعيفة جدا، قليلة قليلة. وصدقوني راه كتجي الحشوة، والحشوة خصها تكون عندنا ناشفة، يعني ما تكونش فيها السوائل. هنا اخر لمسة هي المعدنوس او البقدونس مقطع، تا هو كيضيف له واحد القيمة غذائية. غنخلط جيدا وغادي نخليها تبرد. الان غادي نرجع للعجين. غادي نقطع بهذا الشكل حجم كريات. غادي نشكلهم بالاستعانة بالدقيق كما موضح. غنبسط العجين بالايد ديالي في المرحلة الاولى. من بعد ذلك غنستعمل النشابة او المدلق، وغادي ناخذ واحد الوقت ديالي الكافي، لانني غادي نحتاج ان العجين يكون عندي الحجم ديالها اللي كتكون رقيقه رفيعه رفيعه رفيعه. لازم هذا هو السر ديال باش ننجح معكم هاد الفطائر ولا هاد المسمن معمر، لانني غادي نديرو غير في المقلاة. غادي نطبخو في المقلاة. ضروري العجين يكون السمك ديالو رفيع جدا. خذوا الوقت ديالكم كما موضح في الفيديو. كنطلق جميع الجانب، كنقلب على الجهة الأخرى كذلك، وكنطلق بالنشابة بالمدلك. هنا غنجيب واحد الكمية من الحشوة وغادي نبسطها. غنوزعها بهذا الشكل، وغادي نجيب الجنبات وغنطويهم بحال شكل ظرف، وكنضغط بالصبع ديالي باش كنحاول نثبت العجين.
صدقوني راه كتجي واحد الحجم زوين. وغنبسط ضروري هاد التبسيطه هادي في الاخر، ضروري تبسطوا. غنمشي للمقلاة على ولا طاوه غنسخنها بدون زيت، بدون في هذه المرحله الاولى بدون زيت. وضعت عندي الفطيره، خليتها حتى تماسكت من الجانب السفلي، قلبتها. والان بواحد الملعقه غندير قطرات قليله من الزيت باش غادي تساعدني انني غتزيد تحمر وغتنتفخ معايا. والنار هنا راه ضروري دائما النار خصها تكون فوق المتوسط الان في الطبخ. غتلاحظوا معايا كيفاش غادي تنتفخ وكيفاش كتاخذ واحد الشكل، واحد اللون ذهبي. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتخليوها ليا. واللي وصل معايا لهاد المرحله ما ينسانيش بواحد اللايك وبواحد التعليق، وشاركوا الفيديو مع الاحباء ديالكم. صدقوني هاد الفطائر راه كيجيو رائعين رائعين. غنخليكم مع الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله. تشوفوا معايا، تخليكم تشوفوا معايا الشكل الاخير ديالو. راه شوف هنا، شوف كيفاش كيتنفخ بهذه المرحله هذه ديال الطهي. وهذا هو الشكل ديالو الاخير، وبالصحه وبالراحه. وكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم.